يلا نعمل مع بعض احلى سمك فيليه مقلي بزيت قليل جدا. المكونات بتاعتنا معانا قرنين فلفل رومي اخضر واتنين احمر او اخضر او احمر اللي موجود عندك. معانا راس توم، معانا ورق بقدونس، بابريكا، كركم، كزبرة، كمون، فلفل اسود، ملح. طبعا من كل التوابل دي هنحط معلقة صغيرة من كل حاجة، معلقة صغيرة، وحوالي 10 فصوص توم. وهناخد ورق البقدونس بس. معانا عصير ليمونتين بس كبار قوي او 3 ليمونات صغيرين. كل ده هنضربه في الكبة بتاعتنا. هننزل عليهم السمك الفيليه. طبعا السمك الفيليه ما بيحتاجش وقت في التتبيلة لانه هو لحمه بيبقى طري. هتتبليه حوالي نص ساعة قبل ما تستخدميه وتنزليه في الخلطة. عايزين الخلطة ما تبقاش ناعمة قوي، عايزينها خشنة شوية نحس بيها كده. وبعد كده هتجيبي كوباية دقيق عليها معلقة كبيرة من النشا، قلبيهم على بعض ونزلي فيهم السمك الفيليه بتاعك. اول ما تبدري السمك نزليه في الزيت على طول، ما تركنيهوش. يبقى من الدقيق والنشا على الزيت. الزيت بتاعنا بيكون كوباية زيت، مش زيت كتير ولا حاجة، كوباية وممكن نص كوباية زيت كمان. ويكون الزيت بتاعك سخن قوي وتنزلي عليه السمك علشان ما يطراش، ياخد كده يبقى سمك مقرمش معاك. لما يكون الزيت سخن هيبقى سمك مقرمش. ما تقلبيش فيه كتير، قلبيه حوالي مرة اول ما ياخد لون من اتجاه وبعد كده الاتجاه التاني. هندخل بقى نعمل رز الصيادية بتاعنا. هناخد الكبة بتاعتنا مكان التوم مكان التوابل اللي احنا عملناها للسمك، هنضرب فيها بصلة كبيرة وننعمها عشان تاخد من التوابل وتاخد من الليمون واللون بتاع الكركم، وتحمريها على النار. وبعد كده نزلي عليها معلقة صغيرة من الكركم، من الفلفل الاسود، من الملح، من الكمون، ورشة من الكزبرة. وبعد كده نزلي الرز بتاعك 3 كوبايات من الرز. كل كوباية من الرز هتاخد كوباية من المية المغلية. معانا مكعب من مرقة الدجاج هيدينا طعم حلو ونكهة حلوة للرز. طبعا هتقللي الملح بتاعك شوية علشان الملح اللي في مرقة الدجاج. هننزل عليها 3 كوبايات مية مغلية ونقلبهم كويس ونغطيهم لحد ما يشرب المية بتاعته. وبعد كده تهدي النار، يعني 10 دقايق على نار عالية وحوالي 20 دقيقة على نار هادية. الرز بتاعنا استوى، طالع مفلفل، ريحته حلوة جدا. مكعب مرقة الدجاج هيفرق معاكي، مكان تتبيلة السمك هتفرق معاكي في الكبة. هاتي بقى الصينية بتاعتك، انا فرشت عليها جرجير هنستخدمه وهناكله. نزلي الرز، بعد كده رز السمك بتاعك. هيطلع حلو، هيطلع جميل، جربيه هيعجبك جدا. رصي بقى السمك على الرز. ما خدناش زيت كتير، ممكن تخليها نص كوباية بس من الزيت، انت هتقدري تتحكمي في الزيت. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك والمتابعة. مع السلامة.